يا حضرة البشمهندس الشاطر اللي لسه طالع وبادي حياتك، يا حضرة الدكتور اللي لسه بتبتدي حياتك، يا حضرة المحامي، يا حضرة الباش محاسب، يا كل الناس الشطار. ما ينفعش حضرتك تروح الصبح الشغل وتشتغل وتخلص حبة الشغل بتاعك وعايز بعد كده تعيش حياتك وترجع وتقضي بقية عمرك كله على القهوة تهزر وتهنكر. الحياة مش كده، لأن في شغلانتنا الحياة بتتطور، المهندس اللي فيه الدنيا بتتطور، والطب الدنيا بتتطور، والمحاماة في قوانين أكيد بتنزل وتشريعات جديدة، والمحاسبة فيها طرق جديدة وفي ضرائب جديدة وقوانين جديدة. ما كنتش حضرتك تخش وتذاكر وتتابع كل الكلام ده؟ أنا مش عايزك كل يوم ترجع من الشغل وتقعد تذاكر وتبقى الواد الدحيح. على الأقل ادي يومين في الأسبوع تقعد فيهم كده بعد ما ترجع من الشغل وتاكل وتريح وتأنتخ، تقعد بقى تخش كده على النت، بدل ما تخش تضيع وقتك على النت في اغاني وحاجات هايفه. خش وشوف الابحاث الجديده وشوف القوانين الجديده وشوف الدنيا فيها ايه، الطب اتطور ازاي، الهندسه اتطورت ازاي، قوانين المحاسبه، الضرايب، كل الحاجات دي. شوف الدنيا بتجري ازاي عشان تتابعها، عشان تبقى مواكب للعصر، عشان تقدر تحدث في نفسك، عشان تقدر تقول فعلا انا بطور نفسي، عشان تقدر تخش الشغل بتاعك وتكبر فيه وتقول انا محتاج فعلا ان انا اترقى وابقى شاطر. انما ازاي هم حاجتين بتروح حافظهم برضه بتروح تعملهم في الشغل وترجع اخر النهار تقعد على القهوه والسلام عليكم، وبعد كده تقول انا حقي مهضوم والدنيا داخله فيا شمال وانا ضاحكين عليا في الشركه وانا. فكر وقرر، وانت في الاخر صاحب قرارك. عايز تطور نفسك؟ اتعلم، العلم ما بيخلصش ولا بيقف. عايز تفضل محلك سر؟ روح اقعد على القهوه كل يوم، مساله بسيطه جدا. تابعونا عشان تعرفوا كل جديد.